الرقعة صغيرة يا خلق الله والشق كبير، يا ناس الإبرة ما تحفر بير، واللي يحكي يبتلي على عمره، والساكت خانقته العبره، والطايح رايح حشا قدره، والعايش عايش بالقدره، من زاخو لحدود البصرة ومن نقرة سلمان البدرة، والله واحد نخلص صبره، شي يسوي وشي يدبر أمره، المن يحكي ويفضح سره، ومنه اللي يسمع ومنه اللي يقرأ، شن هالعيشة الكدرة المرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم فائق قاسم العقابي من ساحة التحرير من وسط المتظاهرين. اليوم تاريخنا 14 آب 2015، الجمعة الثالثة للمتظاهرين، لكن قصدنا أن نعمل رسائل فيديوية. أتمنى أن كل من يشوفها يحاول ينشرها عبر اليوتيوب، عبر مواقعكم الكريمة. وبالتالي احنا اليوم نريد نتحدث عن من الضرورة أن نلاحق كل من سرق أموال الشعب، كل شخص امتدت إيده، كل مسؤول فاسد، وبالتالي اللي سرقوا رواتب الحشد الشعبي لابد أن تفتح لجان متابعة من سرق رواتب الحشد الشعبي. الحشد الشعبي الأبطال اللي خرجوا لنداء العراق، نداء المرجعية، تلحفوا بتراب بدرجات حرارة أكثر من 60 مئوي. مع الأسف البعض أكل ما يوصلهم رواتب 3 و4 و5 أشهر ما وصلتهم. علينا أن فعلا أن نشكل لجان ونتابع من سرقهم. هذا واحد. ثانيا اللي سرقوا أموال الأيتام، أيضا علينا أن نعمل لجان تنسيقية، أن ننسق مع الإخوان اللي دعوا إلى التظاهرة، وبالتالي أن نفتح كل الملفات. ماكو أفضل من هذه الفرصة لأجل أن نفتح الملفات مثل ما داعينا من بداية 2004. تحدثنا عن في برنامج خلينا نسولف لما كنا نطلع على العراقية في بداية 2004، وكان لا يزال مع الأسف كثير من أزلام النظام السابق كانوا موجودين، وبالتالي حكيناها في برامجنا في مقالاتنا هذا الموضوع. أيضا نريد اليوم نتحدث عن ضرورة أن الإخوان في تنسيقية التظاهرات، مع تنسيقية التظاهرات في المحافظات مع الجاليات العراقية اللي خرجت في الدول لأجل عمل منصة رئيسية نتحدث بها، نوصلها تكون موحدة مركزية لأجل أفضل مما نشوف هناك عبارة عن كتل وجماعات. نعم لأعدادها تزيد، لكن القضية يجب أن تكون بتنسيق أكثر لأجل أن نكون صوت أقوى نوصله إلى من يهم الأمر أو ما يهم الأمر. ضروري تقبل عمرك. زين. أيضا علينا أن نتحدث في قضية أن يتحمل المسؤولية أخوتنا في التنسيقيات، لأن الآن القضية صارت أكبر، صارت أوسع. هذا المد يزيد، وبالتالي مثل ما نجحت الثورة المصرية يجب أن ننجح ثورتنا هذه الثورة مو ضد حكم لكن ضد فساد وفاسدين. كل فاسد يجب أن يطلع، يجب أن يغادر، يجب أن ما يبقى، وبالتالي اللي يطلع بالعين وغاد يطلع، اللي ما يطلع عندنا 1000 طريقة وطريقة أن يعني يطلع بيها. أيضا نتحدث عن
قضية اللجان اللي نريد نوصل مهامها. إذن ما بين جمعة وجمعة علينا أن ننسق ما حدث بالجمعة اللي فاتت لأجل أن نعد العدة للجمعة الجاية. هذه قضية مهمة جدا. أتمنى أيضا على كل الأخوان أن يوصلون أصواتنا ويوصلون هذه الرسالة من ساحة التحرير. أيضا اللي دا يصور هو زميلنا العزيز مقدم برنامج 50 دقيقة الأستاذ رغيد الربيعي، مقدم برامج ومذيع قناة بلادي، وأيضا ويانا أحمد ابنه هذا. والمهم هذه الرسائل كل جمعة راح نطلع بها لأجل أن نوصل ونقول نعم للعراق، نعم للعراق، نعم للعراق. فائق العقابي، أحلى تحياتي.